هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مليون الف خير. صباح الخير او مساء الخير على حسب توقيت انتوا بتشوفوني فيه. الاول مره تشوفوني هاي انا صايمه قناه فايب توكس من غير كلام كتير. خش على فكره الفيديو على طول. بص، الفيديو ده هيتقسم لحاجتين. اول حاجه ان هو النهارده اخر يوم في الاجازه. هتقولي لي ازاي؟ النهارده التلات، مش عارفه النهارده كام بالظبط، استنى. النهارده التلات وعندنا اول يوم مدرسه كتانية ثانوي. النهارده 23 سبتمبر، ماشي. عندنا اول يوم في المدرسه بكره يوم 24 اللي هو الاربعاء، ماشي. عندنا برضو ان احنا تقريبا اخر ناس داخلين في المدرسه، ولسه في يعني ثانويه عامه هيبداوا الحد اللي جاي. في العموم الفيديو ده هيكون ان هو اخر يوم في الاجازه، في نفس الوقت هيكون studying tips كده بعملها وانا بذاكر، انصحكم بيها. كان حاليا الساعه 2:30 وانا عندي كورس الساعه 3 انجلش. هتقولي انت ليه مكمله في الكورسات؟ اقول لكم الكورس مخلص. الكورس مخلص، مش هضيع تعب كل ده عشان ما اخشش يعني، ده للاسف. بس ف لغايه ما اخلص الكورس تكونوا عملتوا ورقه شبه دي، اي ورقه بيض عندكم اهي، وقسموها بالطول واللي هو بالعرض كده، ان هو على المواد اللي انتوا عندكم كام ماده. يعني مثلا عندي عربي وماس وساينس اللي هو فيزيكس وكيمستري، عندي اللي هو دراسات تاريخ يعني، وعندي انجلش او ليفل، وعندي انجلش هاي ليفل وفرنش. فعندي دول. فعملت ايه؟ عملت زي صف كده وعملت بوكسات، هما 4 بوكسات جنب بعض. يعني النحو عندنا 7 دروس نحو، فبكتب 1 2 3 4 5 6 7. هحط لكم الصوره بتاعت الورقه هنا. اسمه ده، واكتب 1 4 بوكسات، بمعنى ان هو اول درس في النحو انا هذاكره، هعلم صح على اول بوكس، هحل الواجب، هحل اعمل صح على تاني بوكس، هعمل ملخص، اعمل صح على تالت بوكس، هحل في كتاب الخارجي، اعمل صح على رابع بوكس. فانا كده انا حليت على كله. بس ان هو يعني اكيد حاجات تبع المدرسه، بالنسبه ان انا ناويه احضر يعني ان شاء الله الترم ده. ف اسمه ايه ده، قولوا معايا. فيعني كده، بص واحده واحده كده هنعمل لاست داي يعني. بص افهموني. النهارده اخر يوم في الاجازه، هوريكم ازاي بجهز قبل للمدرسه قبلها بيوم، وفي نفس الوقت هقول لكم تبس مذاكره. لكن عشان ما اطولش فيديو اكتر من كده، انا لسه ما قلتش حاجه. اروح انزل الكورس واجيلكم كنت عملت ورقه بالطول على حسب المواد. يعني انا عندي عربي وماس اللي هو رياضيات، وساينس اللي هي فيزياء وكيمياء. فيزياء وكيمياء هحطهم مع بعض، يعني عامله رود طويل اصلا، ورقه طويله جدا. وعندي دراسات اللي هو تاريخ، وعندي او ليفل وهاي ليفل وفرنش. بص انا كده كده الاو ليفل والهاي ليفل والفرنش دول 3 مواد بذاكرهم في الاخر، فتمام. الدراسات الكتب الخارجيه اتشفطت، مش فاهمه في ايه، فلسه ما وصلتش، ما اعرفش المنهج اللي علينا. والساينس لسه برضو بيقولوا ان هو ما تجيبوش حاليا الكتب عشان مش متاكدين من المنهج. في نفس الوقت اسمه ايه ده، قولوا معايا. في نفس الوقت المستر لسه ما طلعش البوك، لسه انا برضه ما اعرفش الدروس اللي علينا. بس يعني فالدروس الحاجات الوحيده اللي انا عارفاهم اللي علينا العربي والماس. الماس في statics، geometry، algebra، calculus والتربية. فيعني صفحه طويله جدا، اعملوا زيي. هروح كورس وارجع لكم، باي. هنا انا رجعت من كورس، بعدين استحميت وغسلت شعري عشان عايزه اعمله، بس قعدت اذاكر شويه ومستنيه شعري ينشف بالمره. فقعدت اذاكر لغايه ما ينشف. بصوا انا بعمل البن اللي هو كحكه تحت، عشان ان هو الرؤوس بتاعت شعري تتفرد، ان انا لما اجي اعملها تكون اسهل. كل شويه كنت بتشك هنا ان شعري نشف، فهو كان نشف من فوق بعد الروتس، فكنت بفك الكحكه عشان هي 100% ما بتكونش لسه يعني نشفت، هي بتكون مبلوله. فعشان اعمله لازم يكون نشف تماما عشان ما يبوظش شعري اكتر. فبس فانا بستناه ان هو ينشف من الروتس وينشف من الاطراف عادي، ان هو ينشف 100%، بعدين هبدأ اعمله.
الحمد لله وقدر ولطف. هاي يا جماعه، منين؟ يا رب تكون مليون الف خير. صباح الخير او مساء الخير على حسب ايه انتوا بتشوفوني فيه. الاول مره تشوفني هاي انا ساره مجرد فايب توكس من غير كلام كتير. خش على فكره الفيديو على طول. هنكمل الفيديو عادي جدا يا جماعه. بصوا، احنا كده ممكن نقول ان احنا وصلنا لاخر الفيديو، لكن انا كنت قايله لكم في اول الفيديو ان انا هقول لكم تيبس اند تريكس كده كنت بعملها عشان في المذاكره. عشان كنت على فكره انا بجيب درجات حلوه، انا بجيب الحمد لله يعني فوق، مش فوق قوي يعني، انا في المتوسط منه. لكن يعني بصوا، انا عمري ما نزلت عن 87 اهو يعني. هي بس اولى ثانوي هي العائق، هي اللي خلتني اجيب الترم الاولاني 89، الترم التاني جبت 88 فعلا. وبسبب العربي، عشان العربي انا ناقصه مثلا في 13 11 حاجه كده، يعني اللي هو حاجه كده مش لطيفه. فهو بسبب العربي، فيعني ان شاء الله الترم ده اعرف اظبطه، واعرف اخد مع مدرس افهم منه، واعرف احل منه. استنوني اعمل لكم ريفيو على محمد صلاح استنوني. فكنت عايزه بس اشارككم بالحاجات الجديده. صاحبتي جبت لي هديه بمناسبه عيد ميلادي. بصوا عامله ازاي، ده ايه اللي ما يعرفش بجد. انا مش عارفه انتم واخدين بالكم من الموضوع ده ولا لا، لكن اي ثينك كل حد قرا اساسيات باورلس فاكيد واخد باله. يعني اول كتاب باورلس كان فيه اللي هو الداجر بتاعها، واسمه ايه ده، وتاني واحد اهو باورفول ده النيدل اللي هو السوينج لايك ادينا. وعندنا راكلس في اللي هو الرمح وعندنا التالت اللي هو فريلس اللي هو التاج. اكيد كلكم عارفين التاج ايه. اللي قرا، انا لسه الفكره ان انا قريت باورفul لا قريت باورلس وراكلس وفيرلس، ما قريتش باورفul لسه هقراه، جبت لي اقراه، وعايزه اجيب فيرفul اقراه، فهقول لكم ريفيو. لكن عرفت في اول شابتر ازاي بيدن وادينا تعرفوا على بعض، فانا مبسوطه. بلس ان هو بجد يعني كنت متوقعاها، لكن يعني هسخ في العموم من غير كلام كتير. ايه التبس بتاعتنا عن المذاكره؟ لو خدتوا بالكم في اول الفيديو انا كنت قايله لكم هحط الصوره هنا، دي ورقه انا بعملها كل سنه. ايه هما دول؟ انا بكتب بقسم مثلا زي الماده. اول حاجه عندنا عربي فيها ايه؟ عندنا نحو وادب اهو. بص انا كاتبه، هي انا منزلاها في وش المكتب، فهي نحو وادب وبلاغه وقراءه ونصوص ادبيه. عندنا 7 دروس نحو، فتلاقوني كاتبه 1 2 3 4 5 6 7 عشان دول 7 دروس. وكل اول واحد يعني واحد ده الدرس الاول، تاني الدرس التاني، فاهمين؟ فان هو الدرس الاول انا ليه حاطه 4 بوكسات جنبه؟ عشان اول بوكس بعلم عليه لما اكون ذاكرت الدرس، تاني بوكس بعلم عليه لما اكون حليت الواجب، تالت بوكس بعلم عليه لما اكون عملت ملخص، رابع بوكس الاخير ان انا لما اكون حليت كتاب الخارج. فاكون لميت من كل حته، فان انا يعني هو بجد انا لما بلخص. وكمان انتوا حاجه حلوه بجد، انتوا لو بداتوا تلخصوا من دلوقتي، فان انتوا كل ما تذاكروا درس مثلا لو عينيكوا بس عملت كده اللي هو قريت بسرعه الدرس اللي قبليه او الدروس اللي قبليها، فهي بجد انتوا دماغكم بيكيب ابديتنج بان هو ما بينساش المعلومه. لو بقى ما تخش الامتحان بقى وينسى براحته لو اعمل اللي انت عايزه، يعني اللي هو انسى بعد الامتحان، لكن المهم في الامتحان تكون فاكر كل حاجه. فعلى فكره دي من التبس اند تريكس اللي خلتني في ميدل 2 عملتها، اقفل في دراسات. عمري كنت في العموم كنتش متخيله ان في حد ممكن يقفل في ماده، دي حاجه كانت غريبه جدا يعني. ممكن كنت جايبه مثلا مش فاكره كان الدرجه من كام، كان يعني لقيتني جايبه اللي هو مقفلاها، اللي هو هما الناس بيقفلوا مواد عادي كده عادي كده. بس فكنت عامله ايه؟ كنت عامله النظام اللي هو 4 بوكسات، كل درس عليه 4 بوكسات لازم اخلصهم عشان انقل على الدرس اللي بعده. والاربع بوكسات دول هو هتحسوا ان هو صعب، لكن هو انا كنت بعملهم بعد كل درس. يعني زي مثلا انا رحت الدرس النهارده، ارجع احل واذاكر واعمل ملخص واحل في كتاب. الحل الكتير ساعات بصراحه بكون ذاكرت وعملت ملخص وحليت الواجب، والحل اللي هو الكتاب الخارجي بكون مش قادره فبنام. فبقسمه ان انا في العموم هحله قبل يعني قبل ما اوصل مثلا الدرس التالت مثلا، حاجه كده بس. فكل فرع اللي هو النحو عامله 7 دروس، الادب عامله 6، البلاغه عامله 2، هما درسين بلاغه بس، وقراءه والنصوص الادبيه. وبعدين عامله كده بقى في بقيه المواد زي الماث اللي هو الرياضيات، اللي هو فيه عندنا statics وجيومتري والجبرا وكالكولس والتك اللي هو استاتيكا، والجيومتري اللي هي الهندسه، والجبرا اللي هو الجبر، والكالكولس
مش عارفه بصراحه، وترج اللي هو حسابات ومثلثات حاجه كده بس. وبعدين عندنا الساينس اللي هي العلوم، عندنا اللي هي فيزيكس وكيمستري اللي هي فيزياء وكيمياء. احنا شايلين عندنا احياء لاننا تاريخ. حصل خير. فبرضه بعمل معاهم كده، لكن لسه معرفش المنهج علينا، فعشان كده سايباه فاضي هو والدراسات. لسه الدراسات مش بيشفطوا الكتب الخارجيه من المكاتب، فمش لاقياه بجد، بقالي كتير بدور عليه مش لاقيه. بس والاوليفل لسه جايباه النهارده فما كتبتش. والهاي ليفل والفرنش، الانجليش هاي ليفل والفرنش فانا بلمهم في اخر الترم. لو ما تعرفوش فاحنا انا مدرسه لغات قوميه اي جي سي، اللي هي كليه نصر البنات اللي هي في وش كليه الهندسه. فهي لغات. فاحنا انا كنت عايزه اقول حاجه، فاحنا عندنا لغه تانية. يعني احنا بنطلع بلغتين، احنا بنطلع من المدرسه بناخد 2 دبلومه على الانجليش والفرنش لو كملنا في الفرنش، ان هو كان هي اللغه التانية. بمعنى ان هو مختصرا كده احنا من واحنا صغيرين بناخد انجليش وفرنش. فاللي هما لما الناس، احنا كده في الاخر كلنا بناخد دبلومه فرنش. لكن الناس اللي في تالتة اعدادي بيخيروهم من يكملوا ايطالي او يكملوا فرنش. الناس اللي بيكملوا فرنش هما بياخدوا دبلومه فرنش، الناس بيكملوا ايطالي ما بياخدوش دبلومه بس. فده كان كده. ف اكتبوا النوتس ورايا. هسيب لكم الورقه الجدول اللي انا عاملاه، هحط لكم تحت فيها في ميثودز للستادينج اعملوا عليها. يعني انا من نوع الناس بحب اجرب حاجات جديده وانا بذاكر. يعني عارفين اللي هو تملوا الكوبايه كلها تلج تقعدوا تذاكروا لغايه ما التلج يسيح، هو كده. تقعدوا تذاكروا مثلا لغايه ما الشمعة تطفي، حاجات اللي هي كده. يعني هتلاقوا في ميثودز وحاجات كده اعملوها. وفي تايم تيبل دي اللي هو مثلا لو قعدتوا تذاكروا ساعه خدوا مثلا 5 دقايق تقريبا او 10 دقايق بريك، حاجه كده. يعني مش بحفظ، ببص على التليفون. فالتزموا عليهم واعملوا ال4 حاجات دول. كل اسمه ايه ده، كل ما تخلصوا الدرس بجد لو عملتوا ال4 حاجات دول واسمه ده وذاكرتوا كويس وكتبتوا نوتس وعملتوا ملخصات وحليتوا الواجب وحليتوا البتاع ده، سمعتوا التصحيح، مش انتوا جاست بس ان انتوا عملتوا غلط فاللي هو لا خلاص، لا انتوا بتسمعوا التصحيح الواجب، الحاجات اللي غلط احنا عملناها غلط ليه، عشان لما تجيلنا تاني ما نغلطش فيها، وبلاش كربتها في الكتاب بس. فده اللي انا بمشي فيه. وعلى طول بعمل كراسة ملخص في الاخر، وبالذات لو في يعني في التاريخ الحاجات دي كنت بعمل يعني ورقات كده. انا كنت في التاريخ كان علينا 9 دروس في اولى ثانوي تقريبا، فكان الدرس كان ليه ورقه واحده وش واحد، ورقه بيضه A4 عادي، هلخص كل درس في ورقه ماشي. وبعدين اعمل كده خلص 9 دروس واسمه ايه والاسماء وبما تفسر، تخلصوا وتعملوا اللي هو تلخصوا كل درس والاسماء وبما تفسر وتحلوا وتصححوا الحل انتوا، اقعدوا بقى حلوا امتحانات بس. ودي ده يعني لو ما قفلتوش الماده هنقفل كلنا النهارده. بص هو في العموم انا عارفه ان هو بوينت، احنا من الناس احنا ممكن زي مثلا انا لو العربي هو عشان اكتر حاجه مقصره فيها فانا هركز فيها، فانا ممكن اهمل بقيه المواد. تحاولوا متعملوش كده. يعني انا كساره انا مقسمه دروسي على الاسبوع، كان انا عندي الحد عندي كيمستري، الاثنين عندي ماس، الثلاث عندي كورس انجلش تبعه بره اسمه ده، الاربع عندي ماس تاني، الخميس عندي فيزيكس، الجمعه ما عنديش حاجه واسمه ده، والسبت عندي انجلش. فان انا عندي ال7 ايام دول انا فيهم اوريدي يومين فيهم انجلش ده تبع كورس بره عشان ان انا الاكسنت بتاعتي. فانا عندي 5 ايام، 5 ايام منهم اصلا يوم الجمعه ما عنديش فيهم حاجه، فانا عندي 4 ايام. ال4 ايام دول انا لو ذاكرت ورجعت، هو اصلا هو مش مطلوب مني حاجه قوي. يعني انا ايه المطلوب مني؟ هروح المدرسه الصبح، ارجع ممكن انام لي ساعتين لو موريش حاجه موريش دروس بعديها واذاكر بس، بجد بس. اصلا هما حتى مدرسين المدرسه ما بيطلبوش حاجات قوي يعني، غير يعني لو طلبوا حاجه اعمل عاديها بالحب يعني يا جماعه متدققوش قوي بس. فكده بجد فموضوع سهل، بصوا على نفسكم، حبوا الموضوع. انا عارفه الموضوع صعب ان انتوا تحبوا الموضوع المذاكره واللي هو ايه وكده، لكن فكروا، مش عايزه اقول لكم فكروا تشائموني، لكن يعني فكروا ان هو انتوا لما ذاكرتوش ايه اللي هيحصل. يعني انا بالنسبه لي اكتر حاجه ان انا لو ما ذاكرتش، فاكتر حاجه انا بخاف منها ان انا اكون شخص عادي حاجه غريبه، لكن انا مش عايزه اكون اللي هو حياتي روتينيه شبه حياه باقي البني ادمين. عايزه اكون متفوقه ومبسوطه وبحب حياتي ومبسوطه بحياتي وحققت كل اللي انا عايزاه وبس، واكون فرحانه واكون مع ناس انا بحبهم. فعشان احقق الحاجات دي كلها فانا محتاجه اتعب، محتاجه اشتغل. لو عايزه مثلا اجيب بيت
اجيب بيت ما اجيبش ليه؟ انا لما بحط حاجه في دماغي بعملها هعملها، فلو ما تحطوليش الحاجه في دماغي هعملها غصب عنكم. بس وحطوا مش عايزه اقول لكم حطوا في درجه في دماغكم، لكن اقول مثلا انا هجيب، يعني انا في تالتة اعدادي عملت الحركه دي، قلت يعني هو كده كده كل حاجه بمشيئه ربنا، دي ما فيهاش نقاش. لكن يعني مثلا انا كنت في تالتة اعدادي كنت حاطه في دماغي انا هجيب في التسعينات. انا الترم الاولاني جبت 89، انا قايله انا جبت في التسعينات ماليش دعوه. كل الناس عوضوا في الترم الاولاني، ما بيعوضوش في الترم التاني في تالتة اعدادي عشان بيقولوا اصعب. مش فاهمه هما كانوا شايفينها اصعب ازاي، لكن يعني حصل. حطيتها في دماغي وجبت 93.3، وجبت المجموع في الاخر 90.4 في اسمه ده في تالتة اعدادي. وزي ما انا عاوزت ان انا اجيب في التسعينات فجبت 90.4، فالموضوع كان زيادة اللي هو طيب ماشي. فيعني بس واعملوا عليكم يصبر بقى ربنا ودول فري، يعني لو مش اخر الدنيا بس. ولو عايزين تسألوني بأي حاجة تقولي لي. على فكرة لو مش فاهمين المدرس بتاعكم انصحكم تسيبوه من دلوقتي، او لو ان هو تمام لكن مش احسن حاجه، مفيش احسن منه. يعني انا عارفه الموضوع ده لما يكونش في مدرس، يعني هو مثلا مدرسين، يعني انا عندي في الانجليش ما عنديش مدرسه حد بيشرح انجليش حلو، هما اتنين واتنين اشرحهم اوحش من بعض، لكن في واحد احسن من التاني شويه، فده انا باخد معايا مثلا في المراجعه. خشوا على اليوتيوب، اعملوا سيرش، هتلاقوا 100% ناس كتيره جدا بيشرحوا. فدونت وحاول اعمل لكم، انا فاكره ان كان في حد طلب مني في كومنتات في العموم، الشخص ده لو اتفرج عليا فبحبك جدا. اسمه ايه ده؟ هحاول اعمل لك فيديو اقول لك كل المدرسين اللي ممكن بتفرج عليهم اسمه ايه ده، على اليوتيوب. وممكن لو عرفت احطهم لك هنا دلوقتي، لو ما عرفتش وانا بمنتج الفيديو ان شاء الله هكتبها لكم في اول كومنت وبس. انا عارفه ان الفيديو طول كتير، لكن يعني احنا قايلين من الاول ان التوبكس عن حاجات كتير بس، فمش هطول عنكم اكتر من كده. لكن صحيح عندنا امي جابت لي القلم ده ستيتش، كان ستيتش البينك، وفيها اللي هي عروسه ليلو اللي ورا مركب موتوسيكل. الفكره ان هي اتقل من القلم، يعني دي اتقل من القلم ده، فالموضوع صعب. بس لكن هو كده كده ده بيخلص بسرعه، لكن هو خطوه حاجه. يعني استنى هو انا مش متقله، لكن انا ماضيه مش متقله بس. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.